اهلا وسهلا احلى متتبعين ومتتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير وبخير وفي تمام الصحه والعافيه. انا جيتكم بواحد الكيكه عاوتاني اللي ساهله وكتجيب واحد المذاق اللي مختلف على المذاقات. كيكه ديال السكنجبير ولا الجنجبير. المهم درتها مع الحامض، عطاتني واحد المذاق يا البنات رائع. عفوا ماشي الحامض، الليمون. جات غزاله غزاله وجات مفشفشه وجات زوينه، وكما قلت لكم اقتصاديه وكتجي همويه. آه هكا الضياف ولا آه هكا الا بغيتو ديروا بها شي حاجه هكا الضيوف ديالكم، ها نتوما كي كتجي همويه. ما شاء الله جات غزاله، جات كما قلت لكم جات مفشفشه وجات زوينه، وتقدروا ديروها في شي مول. ماشي ضروري هذا المول هذا بالضبط، غير انا هذا المول هذا كاين عندي وشحال هذه ما درت فيه شي كيك ودرتها بهذا الشكل هذا، وعطاتني واحد المذاق اللي مختلف كما قلت لكم. هانتوما كما قلت لك جات مفشفشه بقوه ما هي هكا كتكون خفيفه بزاف، كتذوب. هانتوما كتفرتت. شوفوا كي جات بالكريمه من الداخل، كتجي غزاله. تبعوا هذا الفيديو هذا، ما تفلتوا فيه حتى لقطه، خليكم معاه. ونبداو هذا الفيديو هذا بصلاتنا على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. وغادي نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير اللي بالتدقيق، وغادي ان شاء الله يعجبكم. وما فيها شي مكونات اقتصاديه الى اقصى درجه. 3 ديال البيضات والمكونات كلهم كاينين في كل بيت. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 3 ديال البيضات صغار، الا كانوا البيض كبير ديروا غير جوج. وعندي واحد كاس الا ربع ديال السنيده، يمكن لكم ديروا كاس على حسب الحلاوه. عندي هنايا سكنجبير اللي حكيته طري، واحد المذاق يا البنات ما نعاود لكمش عليه. عندي الليمون حكيته حتى هو. وعندي واحد شويه ديال واحد القريصه ديال الملحه، واحد الفاني. صافي وغادي نخلط هذا الخليط هذا بهذا الفوي هذا، غير بالخلاط اليدوي. ما تحتاج لا مونينيكس لا خلاط كهربائي لا حتى شي حاجه. ساهله هاد الكيكه هادي، وهاد الوقيته ديال الكيك وديال شي حاجه اللي كتكون بارده وتتكون ساهله، اللي نبغيو هكذا للكوتي ولا للفطور. اما الخبز راه ما تنستهلكوش بزاف في هذا الصيد. زدت هنا كاس الا ربع ديال الزيت، وكاس ديال العنبه عامر ديال الليمون اللي عصرته. صافي كنخلط الخليط ديالي على هذا الشكل هذا حتى كيتبدل اللون وكينسجموا العناصر كاملين. كنبدا نضيف الطحين تدريجيا، كنغربلو. ضفت الكاس الاول هنايا والكاس الثاني ضفت جوج ديال الخمارات حمرين. صافي وغربلته كما كتشوفوا. وغادي نخلط الخليط ديالي. هانتوما خدات ليا جوج ديال الكيسان هاد الكيكه هادي. على حسب الطحين يمكن لكم تزيدوا اكثر يمكن لكم تنقصوا. زدت هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الخل الابيض، دائما انا كنديرو في الكيك ديالي باش هكا كيجي هشيش وكيجي مفشفش. صافي وحركت الخليط ديالي وغادي نجيب المول اللي غادي ندخل الفران. دهنته بالزبده بالزبده عفوا، ودرته في الثلاجه حتى هكا غادي نحتاجو، عاد غادي نجبدو من الثلاجه. صافي هانتوما ها المول ديالي. هاد المول هذا راه ما كيلصقش، غير المهم كاحتياطي. وصافي كنديروا شويه ديال الزبده. صافي وغادي ندخلو الفران. كما كنقول لكم دائما انا الفران كنسخنو من قبل، وغادي نخليه 45 دقيقه. صافي وكنحيد الكيك ديالي. كيجي غزاله البنات، كيجي خفيف، كيجي قطني اللي بغيتو في هاد الكيك هذا. وهماوي تحطوه هكا لضيوفكم ما يحشمش بكم. ديروا هكذا بحال هكا جوج ولا ثلاثه بحال الشكل هذا ديال هاد الكيك هذا. هماوي كما قلت لكم. وهكا تحطوه بعينيكم مغمضين وانتم فرحانين وطالع وما شاء الله وعائلي. والله القسم الا خرجت انايا واحد الخرجه، حيت جيت لقيتهم خالي لي انا وحيده اللي خلاولي من هاد الكيك هذا. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله. فيه هنايا 8 ديال الكويسات، وحيده اللي خلاو لي خلينا وحيده. صافي هنايا من بعد ما طاب هو هذا، غادي نحطو في هاد الطبيسيل هذا اللي غادي نحط فيه الكيك ديالي. صافي غادي نزينو باش بغيت. التزيين كيبقى اختياري، كما قلت لكم راه ما كيلصقوش هاد الليمون هادو.
التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تخليوه غير هكذاك، ديروا له شويه ديال العسل وديروا عليه شويه ديال اللوز كونكاسي ولا اللوز ايفيلي ولا اللي بغيتو. هنا البنات جبت واحد نص حامضه، غير نص كافي، عصرته في هاد العصيصيره الصغيوره وصافي. غادي نديرو في هاد الزليفه، درت واحد الفاني، واحد المعلقه ديال السكر سنيده، وهذا الحامض هذا، وواحد الياغورت طبيعي. صافي غادي نخلط هذا الخليط هذا هو باش غادي نزين الكيك ديالي. وكما قلت لكم نتوما راه الاختيار كيبقى لكم، اللي بغيتو تزينوا به الكيك غادي تزينوا به الكيك. انا كنفضل هذا الكيك هذا ديال الليمون، كيعجبني ندير ليه هاد الخلطه هذه، كتجي غزاله وكتجي بنينه 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 ما تشبعوش منها. صافي داكشي اللي كندير في هذا الكيك بحال هذا الشكل هذا. ايوا صافي درت هنايا كما قلت لكم واحد المعلقه ديال السنيده وفاني وهاد الياغورت هذا وداك نص حامضه، وخلطته مزيان على هذا الشكل كما كتشوفوا. كنخلطو حتى كيتطلق هذا الياغورت وغادي نديرو في واحد البوش، وغادي نزين به الكيك ديالي. ها نتوما غادي تشوفوا. ما تنساونيش لي كومونتير ديالكم زوينين اللي كيزيدوا يحفزوني وبلي لايك. صافي تقبتو بهذا العويد هذا هكذا باش غادي نصب فيه هذاك الخليط ديالي. ها نتوما كما كتشوفوا غادي نجيب هذا البوش هذا، غادي ندير فيه هذيك الخلطه، وغادي نديرها في الوسط ديال هذوك الكويسات، وغادي ندير من الفوق عاوتاني هاد الخلطه هذه اللي درت سحريه البنات، وكتجي بنينه بنينه بنينه. جربوها وما غاديش تندموا الا جربتوا هذا الكيك هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتبارطاجيوه مع الاهل ديالكم مع الاصدقاء. وما تنساونيش كما قلت لكم بلي لايك ديالكم، بلي كومونتير زوينين، والله لا يخطيكم. وشكرا لكم على الكلمات الزوينين اللي كتكتبوا في حقي، الله لا يخطيكم. شكرا بزاف بزاف. صافي هنايا غادي نزينو بسكنجبير. هاد الكيكه هذه بالمذاق ديال السكنجبير، غادي ندير له سكنجبير وندير الليمون هو باش غادي نزين من الفوق هكذا. وهكذا الكيكه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي كما قلت لكم هماويه. شوفوا كي كتجي ما شاء الله، كتجي غزاله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير كي جاتكم هاد الكيكه هذه ديال السكنجبير ولا الجنجبير. راه كتجي رائعه البنات، غير جربوها ما غاديش تندموا. جربوها. ها نتوما يا البنات كي جات، وغادي نقسم معكم وحيده من الداخل وغادي تشوفوها كي جات. كتجي غزاله غزاله، وهذاك الكريمه من الداخل كما قلت لكم كتجي محمضه رائعه البنات. كنتمنى ان شاء الله اللي جربها يكتب لي في لي كومونتير كي جاتو. انا كاينين المتتبعين ديالي اللي متبعين الوصفات ديالي وكيديروهم دائما. ها نتوما شوفوا الكريمه كي كتجي من الداخل، شوفوا كي كتجي هشيشه كتذوب البنات. ها نتوما شوفوا كي كتجي ما شاء الله، كتجي غزاله. خليتكم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.